الكلب ممكن فعلا يبقى أوفى صديق للإنسان، لكن أحيانا عضته بيبقى فيها مرض قاتل. تعالوا أقول لكم. السلام عليكم. يوم 28 سبتمبر الجاي هو اليوم العالمي لداء الكلب أو الريبس. ناس كتيرة بتسمع عن المرض ده أكنه حاجة نادرة، لكن في الحقيقة هو بيموت حوالي 59 ألف شخص حوالين العالم، معظمهم بيكونوا أطفال في آسيا وفي أفريقيا. أكتر من 95% من حالات الريبس بتيجي من عضات الكلاب، والكارثة الحقيقية إن المرض تقريبا دايما قاتل لو ظهرت الأعراض، لكن في نفس الوقت هو مرض يمكن الوقاية منه بنسبة 100%. طيب إزاي نقدر نمنع داء الكلب أو الريبس؟ خط الدفاع الأول هو تطعيم الكلاب. طيب لو لا قدر الله حصلت عضة من كلب انت مش عارف وضعه ايه، تغسل الجرح فورا بميه وصابون لمدة 15 دقيقة تقريبا. بعديها على طول تروح مباشرة لأقرب مركز صحي أو مستشفى عشان تاخد لقاح داء الكلب، وأحيانا كمان بتاخد مصل مضاد. الخلاصة داء الكلب مرض قاتل، لكنه في نفس الوقت قابل للوقاية والمنع. التطعيم والوعي هما اللي بينقذوا الأرواح، ودايما في صحة وعافية إن شاء الله.